يخفى في 60 داهيه. ما تعيطيش ما تعيطيش يا ماما، هتموتي محدش هينفعك، هتموت اصلا يا دي احمد. شوفوا حتى الكيس قفلته، بصوا قفلته بتكليكته، بصوا قفلته بتكليكته اقسم بالله العظيم. فانا ما بنزلش اخد حاجه امي من الثلاجه، هي عشان عارفه ان هي هتطلع تقعد عندي ومرتاحه ومقيمه، هي هتقعد معايا العمر كله ان شاء الله، ان شاء الله. حتى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمني ببيت، هعمل لها شقه كده تكون قريبه اول دور مثلا، ونطلع وننزل عليها وتبقى قاعده كده ملكه نفسها. في ناس بتملاها طماطم بتبقى حاميه على الصدر، دي بقى لو كلتها بالمعلقه يا ماما بتبقى خفيفه. زعلك ولا خيبه ولا حاجه، قولي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي زعلك، ماليش دعوه. بصوا يا جماعه الاكل اهو، السبانخ عايزه اقول لكم بالله جميله، ما عايزه لهم ملدين. هاي امي عايزه ملدينها. انت ايه اللي خلاكي جبتي الفراخ والحاجات دي من ثلاجتك؟ ها؟ هتبوظ تحت. هتبوظ تحت؟ ينفع كده يا جماعه؟ هو انا ما عنديش فراخ؟ هو انا ما عنديش لحمه؟ جايبه فراخ هي دي يا ماما، انا عايزه دي لحمه ولا كبده؟ 8 كيلو لحمه. لحمه مفرومه. تعالى يلا ناولني الحله. دي الحله؟ دي الحله؟ الحله يا ولا واقعه في الارض يا ولا. صدق نسيت يا ماما يا قلبي. سجله في الحله في دماغك، سمعني يا حاجه من اللي كنت حالا بتغناها والنور مقطوع. حبايبي السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم انا جالي اكتئاب. عندي اخ كبير. عايزه اقول لكم انا صحيت من النوم لقيت النور مقطوع، ولقيت الميه مقطوعه، ولقيت الكارت الكهرباء مقطوع. كل حاجه كانت مقطوعه النهارده. هتقولي لي ازاي يا ام جنى؟ طب النور مقطوع ماشي، الميه مقطوعه ماشي، طب الكهرباء مقطوعه والنت مقطوع ليه؟ ما هي الكهرباء لما الكارت بتاع الكهرباء خلص النور كله قطع على الشقه، فبالتالي مفيش نت. المهم مفيش ميه. ابص على مازن جوزي يمين شمال، ما لقيتش مازن جوزي. اتصلت بيه، انت فين يا مازن؟ انا كنت بودي احمد المنصور، بودي احمد الكليه في المنصوره. طب يا مازن دلوقتي الكارت الكهرباء، كارت الكهرباء فصل علينا. قول لي هو فين الكارت عشان ابعت العيال يشحنوه ونقود الكهرباء. قال لي اسكتي يا ام جنى، مش انا كنت حاسس والفار بيلعب في عبي ان النور هيقطع، قلت اخد الكارت اشحنه. عينكم ما تشوف الا النور. قعدت اصوت بقى واتنطط، وكنت صاحيه قبل الظهر. اول ما قال لي كده زعقت زعقتين في شلوتين، مسكيت فيا انا بقى في الاخر. وبعد كده قلت والله العظيم انا هقعد اكلم نفسي. الواد رايح راح الدرس والبنت جانا راحت الدرس وهو مع احمد في الكليه. طب انا هقعد اعمل ايه؟ وامي نزلت تجيب حاجات من شقتها من تحت طول النهار، وبعت لها الواد احمد اطلعي يا ماما، تقول لي مستنيه مش عارفه فلان هيجيب لي حاجه. قلت لها طب خليكي مستنيه. قلت لها النور هيتقطع هيقعد ساعتين مقطوع، اطلعي. قالت لي لا. طب يا ماما انزلي اطلعي يلا يا ماما عشان تاخدي دواك وتتغدي. قالت لي اسكتي، مش انا جبت سمكيه من الراجل اللي تحت؟ قلت لها بألف هنا وشفا. قمت ناديت على البنت جنى، قلت لها يا بنتي يا جنى نزلي لستك الحبايه بتاعت بعد الغدا. جينا دلوقتي قرب خلاص، دلوقتي بقينا بعد المغرب قرب العشاء يعني، فضلة خيركم النور عندنا بيقطع من 6 يجي 8. فانا لقيت نفسي جعانه، قلت هاكل ايه؟ طلعت فضلة خيركم علبه الفسيخ المخليه ديت وبصلتين وطبق الرنجه دوت قلت اسلك نفسي لغايه ما اشوف هعمل ايه، بما ان بقى امي كلت ومازن كلوا واحمد كشري بره وجانا مش عارفه ايه. حاجه كشري متغمر برقبتهم كلهم باي كشري صح؟ كان من هنا وبابا بطنه وجعته انا. فعايزه اقول لكم انا قلت كان عندي بقى كيس سبانخ في الثلاجه وعندي شويه شوربه. قلت والله لا قايمه عامله البنت جانا يعني دخلت تنام من الصبح وهي بره وراحت المدرسه النهارده. والله نفسي. قلت هقوم اعمل شويه سبانخ وفي حد ما بياكل اليومين دول سبانخ. طب قولي عدس. هعمل عدس والله العظيم. بصوا انا غسلت كوم المواعين اللي قدامكم دورون يلا. بصوا عشان اغسل المواعين دي ما بغسلهاش بالنهار، ان ما غسلتهاش بصوا هتقولوا لي اغسلها بالليل في السهره وانت نايمه. اقول لكم ما بعرفش، ما بلاقيش ميه. الميه ما بتبقاش كتيره وشديده الا والنور مقطوع، اللي هي من 6 ل 8.
فقلت زمان ده اصلا ضعفت صح؟ زمان ما ضعفت. اعرفش، ما انا عشان كده اللي بيبقى عايز يعمل حمام يحوش الحمام لغايه ايه من 6 ل 8 والله العظيم والله. فانا دايما اقول لهم يا اولادي اللي بقى عايز يخش الحمام يستنى الساعتين يا احمد بيقلع البنطلون ليه؟ انت خلاص النور جه. كمان احنا بقى دلوقتي بعد 8. المهم يا حبايب قلبي طبعا هقوم اعمل معاكم السبانخ والمواعين اللي انا غسلتها دي غسلتها والله العظيم من غير ما اصور لكم فيديو. وبعت الواد احمد جاب لي خلاص وسخيها وارجع اغسلها جاب لي تاني. 2 كيلو لبن هقوم اغليه معاكم. واللهم صل على النبي. ودقيق. جايب لي دقيق عشان عشان نعمل حاجات. عايزه اعمل لهم مفاجاه. خليكم لانشون. لانشون. كملوا بس يا جماعه معايا الفيديو للاخر. النهارده بصوا هقعد القط لكم من الفيديو لغايه ما مازن جوزي يجي. المهم حطوا لايك للفيديو وكملوا معايا الفيديو للاخر وقولوا لي يا ام جنى الله يعينك وتعملي سبانخ. احنا كلنا زيك كده يا ام. عايزه اقول لكم هو اليوم ما عادش في بركه ليه يا جماعه؟ عشان انت بتصحي متاخر. اقسم بالله صاحيه بدري بس ما لقيتش ولا صح هو الساعه ولا 12 بدري. عايزه اقول لكم على حاجه. احنا امبارح نايمين بدري. طب بالله عليك احنا امبارح نايمين امتى يا ودي احمد؟ والله العظيم يا جماعه نايمين امبارح بدري على اساس ان انا هنام واصحى من بدري بقى اشوف بقى ورايا ايه. انا من امبارح وانا بقول لمازن انا على فكره يا مازن هنام واصحى بدري ومش هلاقي ميه. ادعوا لي بقى اغور من المخروبه دي. ايوه اسمها مخروبه. ما بذمتك ايوه مخروبه. انا اول واحد صح. تقول ايه يا ريان؟ بذمتك طب انا صحيت الساعه 8 الصبح. اللي كان وراك ايه يا ريان؟ قعدت شويه على التليفون. قعدت ايه؟ شويه على التليفون. بصوا عايزه اقول لكم ريان غني له اغنيه يا ريان. ريان مش شافع. انا ريان هغني له. انا بقى اعمل شويه السبانخ دول اكل منهم طبق كده يسد. عايزه اشرب شاي بعد حته الفسيخه اللي كلتها حاسه ان هي راسخه على قلبي. قصدك ايه بالكلام ده؟ ايه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ اعمل لكم كوبايه شاي يعني. اعملي كوبايه شاي. هقوم والله اعمل حاجتي بنفسي. ما اعمل لك يا ست. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان الصاله دي كانت مزبله. بركه في ابنك احمد. الهدوم دي كانت مغسوله لميتها قبل ما والنور مقطوع يعني. كانت النهار لسه بشفشق. والولا ريان بصراحه مسك لي الحاجه دي كلها صورة العيش والملح. واحمد دلوقتي بقى ايه عايز ياكل اي لقمه ويخش ينام. لا مش عايز مش جعان. انا جعان نوم. ايه؟ انا اول واحد صحى وانا والله. عملت مصيبه في عربيتي لازم اقول لهم انا جاي. بصوا يا جماعه خلاهم طبعا الايام اللي فاتت كان الجو ساقع لما كنت تعبانه ومازن بياخدني يكشف عليا عند الدكتور فكان بيقيت لي التكييف السخن. المهم فغصب عنه والله العظيم ما اعرفش ان انا ايدي يعني ما اعرفش ان انا قويت قوي كده. المهم العربيه كده قدامنا فالبتاع اللي هو بتاع التكييف كده بتاع التكييف اللي بيعلي التكييف لفوق. اقول ايه يا اختي هقول ايه. المهم بعمل بتاعه التكييف كده قامت مكسوره في ايدي. بقلب 1000 جنيه اتصل بيا 1000 جنيه 1000 جنيه عشان تتغير كلها. المهم ده غير التركيب والتركيب والخلع. عشان كده النهارده وراح مع احمد المنصوره بيعايرني بيقول لي انت كسرت لي بيقول لي دي ايدهم مكفاه ابو عطله. ايدهم مكفاه ابو عطله. المهم يا جماعه نقوم بقى نعمل مع بعض يلا السبانخ. طبعا في ناس كتير بتحب تعمل السبانخ دي بطريقتها. مفيش حد بيحب السبانخ. الامهات اللي بتحب السبانخ. اللهم صل على النبي. كل واحد وله طريقه يا وانا جماعة. بشجع يا ستي بشجع الشباب والعيال الاطفال ياكلوا سبانخ ما عدا انا الوحيد اللي ما بحبش السبانخ. والله العظيم السبانخ دي مهمه جدا جدا جدا. بتقوي النظر. هعمل بقى السبانخ تكون امي طلعت هنرجع عليها حالا عشان هتقول لها ياما. بس امي لها حقنتين. لها حقن محدش بيعرف يديها الحقنه الا انا. قلت لها حقنه الانسولين بديها لها والحقنه الثانيه بتاعت اللهم صل على النبي المقويات اللي بتاخدها. هنادي عليها بقى ايه عايزك لما تيجي تقول ياما. يلا 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 يا جماعه نرجع لكم تاني. هو ده احمد لك كيك حبايب قلبي. بصوا بقى يا جماعه انا لسه كل ده قاعده عماله اقطع في السبانخ. فبيني وبينكم ما عادش فاضل الا الربطه دي اخر ربطه اهي هعملها وخلاص على كده. ببص لقيت امي بتنادي. لقيت امي بتنادي من البلكونه. فالواد احمد بص لها قالت له نزل السبت. قال لها تطلعي يا تيتا. قالت له انا طالعه اهو. المهم قالت له نزل السبت. قام واخد السبت من هنا ونزله من من الشباك بتاع اوضته على اساس ان هو الشباك اقرب للبلكونه بتاعتها. المهم لقيته مطلعه الكيس ده. طبعا انا والله 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 ما اعرف ايه اللي في الكيس ده. انا هفتحه قدامكم اهو. شفتوا هي نازله. بصوا يا جماعه عشان انا قلت لكم هي كانت جابت سمكيه جايبه بصوا كيس وانا محرجه عليها. قلت لها الدكتور طالب منك ما تاكليش الا في اليوم رغيف واحد. جابت عيش اهيت وشكلها كانت عيش من وغرايه كتير. وجايبه اهي سمكيه. كانت جايبه سمكيه مكاريل من الراجل اللي تحت واتغدت بيها. تمام. وهنا برضو تقريبا كان عندها عيش في الثلاجه اهو متلج.
عيش من التلاجة متلج، انا مش معاها ان انا انزل اجيب الحاجه من تلاجتها واطلعها، هي لوحدها والله، وهي اما تطلع حالا هصورها لكم. المهم بقى تعالوا بقى، تعالوا تعالوا تعالوا. بصوا دي حاجه امي اللي انا جايباها اهي. استنى عشان احطها في كيس ابيض. بصوا اتفرجوا، امي بتجيب تقريبا كانت جايبه فرخه اهي. ادي اول ربع فرخه اهو يا جماعه اهو، اقسم بالله العظيم والله. وهي طالعه على السلم هوريها لكم، هصورها لكم وهي طالعه على السلم. بصوا جايبه في ايه، بصوا ربع فرخه اهي، وهنا تقريبا دي باين لحمه او كبده، استنوا ما اشوف لكم ده ايه. بصوا اهي دي الكياس اللي امي دايما بتعملها لنفسها على قد اكلتها، لان محدش كان بيبقى قاعد معاها تحت. دي باين كبده ولا لحمه دي؟ بصوا مش عارفه دي كبده ولا لحمه. المهم مش عارفه دي كبده ولا لحمه، معرفش. المهم يا كبده يا لحمه معرفش. المهم هي عامله، بصوا والله العظيم يا جماعه انتوا عارفين ان انا مخزنه فراخ كامله. بصوا شوفوا حتى الكيس اللي قفلته، بصوا قفلته بتكليكته، بصوا قفلته بتكليكته اقسم بالله العظيم. فانا ما بنزلش اخد حاجه امي من الثلاجه، هي عشان عارفه ان هي هتطلع تقعد عندي ومرتاحه ومقيمه، هي هتقعد معايا العمر كله ان شاء الله، ان شاء الله. حتى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمني ببيت، هعمل لها شقه كده تكون قريبه اول دور مثلا، ونطلع وننزل عليها وتبقى قاعده كده ملكه نفسها، واخدين بالكم. وهنا اهي كمان اهي بصوا تقريبا كانت جايبه فرخه مقسماها. انا والله يا جماعه انا بس حبيت اوريكم ليه، علشان الكلام سهل لكن الفعل يعني انا مش عارفه والله. انا والله محرومه منكم، والله محرومه منكم، بس انا عشان ايه، في حاجات كده بتظلم فيها ويتقال عليا ان انا بنزل اخد حاجه امي ومش حاجه امي. لا هي اللي بصوا وهي طالعه يعني انا والله لو مش عيبه ان انا اقول لكم انا الحمد لله مربيه فراخ وعندي الخير كله. بس الواحد بس بيزعل بس لما حد بي ايه يعني ايه، زي ما خدت الحاجه من ثلاجه امك ترجعي في حاجات كده، الواحد بيزعل والله يا جماعه. فامي اللي نزلت جابت حاجتها من ثلاجتها يا جماعه وطالعه. انا عارفين انا ممكن حالا انادي عليها من الشباك واخليها هيبان يا واد يا احمد ولا الدنيا تبقى مضلمه خالص زي ما بتقولك طالعه. هي طالعه خلاص هنحط لها بقى حاجتها دي في والله. انا بصوا هي الحاجه دي انا ما بدفعهاش ثمن حاجه والله، ولا اكل ولا شرب ولا حاجه، بس هي نزلت جابت الحاجه عشان هي كانت جايباها لما كانت في الشقه تحت، فبما انها بقى تحت وهي بتفصل الشقه بتاعتها وبتفصل كل حاجه، فهي نزلت جابت الحاجه. وتعالوا بقى قوم يلا عشان نعمل السبانخ، واللهم صل على النبي. واقوم الم الدنيا حواليا كده. حطوا يا جماعه اللايكات يا جماعه وتعالوا معايا يلا. طلعتي اتاخرتي ليه كده؟ انت قعدت كتير قوي. اطلعي. لا مش مع ابوه، هاتي بس اطلعي بس كده يلا اطلعي. ايه؟ تعالى يلا شيلي ايدك يلا. تعالي. ما بديش يجيبه. تعالي بس تعالي اطلعي. قال لي استنى هجيبه، فقت ابو استنى هجيبه. تعالي بقى كده اطلعي وانا اقول لك هنعمل ايه. بس خلاص يلا يا احمد. انا يا اختي تعبت يا اختي. قومي يا واد لمي الهدوء، قومي يا واد لمي لي ساعدني. اتفرجي يا ماما نزلت وطلعتي. قولي لامي الحمد لله على السلامه. مين؟ قولي بقول لهم قولي لامي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. انت ايه اللي خلاكي جبتي الفراخ والحاجات دي من ثلاجتك؟ ها؟ هتبوس تحت. هتبوس تحت؟ ينفع كده يا جماعه؟ هو انا ما عنديش فراخ؟ هو انا ما عنديش لحمه؟ جايبه فراخ هي دي ايه يا ماما؟ انا عايزه دي لحمه ولا كبده؟ 8 كيلو لحمه. لحمه مفرومه. دي مش مفرومه دي. انا حاسه ان كبده باين او لحمه. دي ايه؟ كنت جايبه كان قسمت على كام كبده. المهم جايبالي لحمه وفراخ، عامله لي فراخ اربع، وطالعه لي جايبالي بصوا السمك بتاعها. وجابت سمك النهارده وقدر اول ما طلع قام قال لي ايه السمك ده بتاع مين؟ وقام خد مني حته سمكه. ايه ما تديش. ما هو كان انت كلت كام رغيف من السمك ده بقى؟ انا كلت رغيفين. طب وانا مش قايل لك الدكتور قال لك ما تاكليش عيش؟ هتقول له كنت جعانه يا صافي. كنت جعانه احمد بقى خلاص. كنت جعانه يا صفصف ولا انت ما تبصليش البصه دي. انت عمال اتصلت بابوه قلت له احمد قاعد لي على الجروب ولا عايز يعمل حاجه ولا عايز يتحرك. مين ده اللي ما عملش حاجه؟ ده انا من ساعتها قاعد جنبك وكل ما تقول لي اعمل حاجه اعمل يا احمد. حاضر بعمل واخلص بعد كده. السبانخ
يا ماما ولا على نفسه غير. يا ماما انا هعمل سبانخ. انت هتاكلي سمك بلاش سمك بقى. لا هعمل على سبانخ. ايه؟ ايه؟ فراخ. حق بقول لك ارمي الفراخ. انا بقول لها اللي في الثلاجه. ايه دي؟ لا السمك. طب ما هو في سمك اهو، اقسم بالله عندي سمك. انا بص معدتي بعدين. لا انا مش عايزه البيت ده صافح. خلاص هعمل سبانخ. تقولي وعيني. يعني نعمل سبانخ ناكلها بالمعلقه. مش هاكل البتاع دي السمك بالله خليه الصبح. طيب خلاص. وهي انت طريقة كان هياكلها، قلت له اسكت سيبها يا مدهان. ياكلها يا ريان ادي نفسك. المهم تعالوا بقى ايه، أنا مش عارفه انا تعبانه، العيال دي تعبوني. صالح الدهان. خد يا ريان ما عشان عايزاه ياكل سبانخ بالمعلقه. مش هاكل سبانخ. المهم يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم على حاجه. انا صلوا مش على هاكل النبي. سبانخ. هناكل سبانخ كلنا بالمخلل. قولي. اعمل لك يا ماما اللهم صل على النبي. هعمل لبن. استنوا بس عشان حاجه. بس العيش اللي انا يبقى في الثلاجه. استنوا بس عشان ايه؟ بصوا مش عارفه انا. ريق نشف؟ لا هنشف. زعلت. وما تلاقوا كوبايه ميه. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ ما تزعليش. لا ده ميه ولا ايه؟ الدنيا ما تساويش زعل الخبر بنفسي. ولا خيبه ولا حاجه. قولي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يزعلك. هو اللي عامل هو اللي مأول وعي. هو اللي ملبسنا. اديك حقنه الانسولين طالعه من تحت زعلان. قبل كوبايه اللبن كده. وأنا مستنية الأكل اداني بومبا اداني بومبا. شو قاعدة من ساعة كنت زمان. والله انا سقعانه لك. انا قاعده سقعانه قلت الله. طب كنا حطينا الشعله وعملنا الاكل على الارض كده ودفينا. ونمت يعني وقمت بعدين حاجة من النور ما قام. استنى يجي ميدين. بحب الله يا حبيبي. انت خذنا والله ونعم. وبقى يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم البت جانا بيني وبينكم ايدي ورجلي. اسيبه هو موطي الشاشه. البت جانا ايدي ورجلي. يا حبيبتي يا جانا اليوم النهارده راحت. لا ما فيش صوت. انت تتلكك لاخوك. البت جانا بصراحه يا جماعه ما بتبقى جنبي بصراحه. اللهم صل على النبي. لما بتبقى صاحيه بتشيل عني. نعمل معاه. والله بتشيل عني. عشان هي بنت. تعالى الناحيه يا ابني. تعالى يا ابني الناحيه. وريان ريان بقول لك عشان انا هي جبت الشعله حسيت ان امي سقعانه عايزه ادي ام الشعله يا ولاد. هزعل ايدك يا ام حسيت انا سقعانه. ما تقدرش. ما بلاش ايدك. لا بلاش. ايه بلاش هي انا دافيه. بصوا بقى هنا. بصوا كده شويه ميه صغيرين خالص. بعد كده يجي احمد الميه هسخن فيهم عايزه ايه السبانخ بحب اخدها ايه غلوه كده ماشي عشان ما تبقاش تقيله وبتعمل لنا حرقان. كل واحد وله طريقه يا ماما في السبانخ. انا بعملها كده بعمل سلوقه. لا وفي ناس بتملاها طماطم بتبقى حاميه. بتبقى حاميه على الصدر. دي بقى لو كلتها بالمعلقه يا ماما بتبقى خفيفه. بعمل مثلا ايه طماطمتين. كنت بتعمليها بتاع صلصه؟ لا من غير ما تسلقها. لا طول عمري بسلقها. إيه. والله العظيم طول عمري بسلقها. كده برد. المهم ايه هاخدها غلوه واقطع لها ايه بصلايه وطماطميه وهوريكم الدنيا فيها ايه. بس مش هكتر فيها الطماطم. الناس بتقعد تقول لي يا وخي وايه القرف ده يا ام جنى. والله ما اعرف يا جماعه. كل واحد وله طريقه. كل واحد وله ايه طريقه. دولت جايبه اربع ربط ب 20 جنيه. حلوين. احمد بيقول لك ما بحبوش السبانخ. بصوا شايفين الحله مليانه ازاي؟ الحله دي كلها هتنزل تحت. هتصفى كده وهتنزل. يلا نسيبها بقى تغلي وبعد كده اوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم بقى عندي قرنبيطايه. يا ريان تعالى شيل الحاجه دي خلال المطبخ. انا مش عايزه اقول. بصوا يا جماعه عندي بقى قرنبيطايه حاسه انها هتنتهي الصلاحيه. شفت الولد؟ دخلي الحاجه دي هنا. بصوا انا حاسه انها هتبوظ ما تاكلش. بصوا بقى هعمل ايه؟ همسك القرنبيطيه ده عشان حرام تبوظ. ما عادش بحب. هسلقها واقول لكم هعمل فيها ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اعملي حتتين يا زلمه مقليين. امي عايزه بتقول لي اعملي حتتين مقليين والدكتور بيقول لي ما تاكلهاش مقليين. لا والنبي مقليين. اعملها مقلي على ضمانتك. تقولي والنبي حتتين. طب هسلقه بقى وهصفي البتاعه دي وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. انا مش عارفه بصراحه. العيال كلها سابتني ونامت وانا قاعده محتاسه وريان قاعد يرازيني من غير جنى واحمد. اللي كنت عايزه اعمل ايه. بصوا بقى يا جماعه حطيت معلقه زيت. هجيب حته زيت. بكره اجيب لي سندوتشين ديناميت. اهم حاجه ريان ما بيفكرش الا في كرش. بكره يا ماما ب 20 جنيه. عمال يقول لي ايه عايز اجيب سندوتشات ايه بكره.
طعميه وفوق. ده ديناميت، عايز يجيب ديناميت. بلابين ديناميت بلابين ايوه. ديناميت يا ماما، انا بقول له هيجيب قنابل ذريه. يعني بطاطس على مسقعة على انا كفتة. عارفه ان التصوير لو ما طلعش حلو، انت جايب امي ولا مش جايب امي؟ مش جايب. جايب والله امي؟ لازم لا. لا مش جايب امي. لا. مش جايب ست الهوانم. مش جايب ست الحبايب يا حبيبه. ده اللي شعرك يا اختي. ده مش عارف بدل ما اجي اعملها معاكي. شفتي يا ماما الولد بيقول لي ايه؟ لا تكون فاكر نفسك راجل. ايه يا راجل؟ طب مامي راجل غصب عنك وده يا ستين. انا مالنا سألني. داري يا ماما شعرك يا ماما، عشان احنا معانا راجل هنا ولا انتوا مش شايفين ولا ايه؟ ستك دارك ايه يا واد يا رايح. ايوه كده. احلى بقى شنب. ايوه احلى شنبك. احنا انت سنة. الحمد لله ما عنديش شنب. معرفش مثلا اتصل بيه قال لي اركن العربيه وطالع. اوقف. وقف. بيرن والله. طب وقف اقف احسن. ما نبنيش غير ان مثلا اتصل بيا بيقول انا عماله ارن بقالي مليون ساعه وانت وعيالك ما حدش طب وانت بيرد. كنت واقفه بالبلكونه حاجه. لا انا ببص عليه وببص على العربيه ما لقيتوش. بيقول لي عمال ارن عليكم ما حدش بيرد. طب انا اعمل ايه؟ اتاري التليفون ده اصلا معمول وضع الطيران، لا معمول صامت. ما ينور يا ماما بقولي لي. اصل امي خلاص ما تاخد بالها من التليفون انتحر. ولا ها؟ انتحر. ايه؟ انحرفت. بصوا بقى. حرف. قلت له يالا حرفت. من دول الحرف. تيت. عيب يا ولد، عيب. انا حركت الحته دي هنمسحها. معلش يا جماعه نعمل عليها تيك، معلش. تيت بجد والله. بصوا تعالوا هنا وروني يلا. بصوا انا كده حمرت البصلايه مع فص الثوم كده يا جماعه، ماشي. وطبعا سنه زيت صغيره مع سنه صغيره من الدهن الضاني، ما بكترش يعني. بصوا مفيش دهون والله، يعتبر حاطه حاجات بسيطه. تعالي يا ودي يا ريتي عشان ما يفتكروش ان انا حاطه دهون كتير. بصوا حاجات لا تذكر. في ناس كتير بتملى الزيت وسمنه كتير، لا انا ما بحبش كده. بحب بس احمرها. هحمرها. بحب البصلايه محروقه، ما بحبش البصل يبان في الاكل. اضحكي يا ماما. اضحكي يا ماما. هتبقى الصلصه عايزين جايلك من الشمال. خدي ماشي. يمين، خدي المهم يمين. عايزه اقول لكم ان انا هنا بصوا هنا دي مشابك يا جماعه. دي مشابك كده. انا بحب ايه اجيب المشبك انقعه في ميه عشان ما يبصي. ماشي. احط هنا السبانخ ونرجع لكم تاني. ليه انا ما قلتلكوش هرجع لكم. بهزر يا ستي. انا ما قلتش هرجع لكم. كده بتضحك قوي. بتضحك قوي. بتضحك على خيبه ريان. عمال يقول لي خدي يمين، خدي يمين. عنده بكره حاجه امتحان في المدرسه، فبيقول لي جو ساعه النهارده. لا بيقول لي هاكل ماما عامله لنا كوارع ولا محشي. ايه؟ ماما عامله الميه لنا بتاعت السبانخ وقعت على المطبخ. ماما عامله لنا محشي بقى النهارده. محشي. يقول لك ماما عامله لنا محشي. انا كده كده مش هاكل غير لحمه وفلامانكو وعيش. بقول كده برضه. وبكره اخش خش على ايه؟ بصوا انا هعمل ايه بقى؟ بصوا هنا في شوربه فراخ هي تستنى. ما سيبيلي شويه. عايز شوربه؟ اه. اصفي بس بحب اصفي برضه خدي يمين حاجه. الشوربه عشان مش بحب البصل المسلوق يعني. ماشي. الله. يما دي شوربه لحمه على فراخ. تمام. كده بالصلاه على النبي. احط بقى سنه فلفل اسمر. المقص ده فاتحينه ولا عشان ابوك يجي يتاكل ما عليا؟ تقدرش مش هقول تاني. خلاص يا ابو شخه بقى. ما خدي بالك بتضايق. بتضايق. انا فاكر نفسي راجل بجد يا ماما. وما بتضايق بقلب يا جماعه هنا. احط بقى شويه فلفل اسمر كمان اهو. ماشي. هو انا اجيبك ولا اجيب تيتا؟ احط شويه هجيبك انت بقى خلاص مش عارفه اهو. اجيب. ايوه انت اللي خليتي خليتي يعني عايزه تجيب تيتا يا اخويا. حبيب امك يا اخويا. بصوا بقى تعالى قرب يلا هنا يلا، ولا تجيبني ولا تجيب تيتا. بصوا السبانخ اهي. انا بحب السبانخ تكون ايه ما تكونش فيها لا صلصه جوزك كتير. البتلع. معايا شويه رز اهو. شويه رز مش كتير. مش بحبه. انت حالا هتاكلها زي كرامة. بصوا بقى هسيبها بقى تستوي. هسيبها بقى انا حطيت ملح. احط شويه ملح كمان. اجي. بصوا احط شويه ملح صغننين واسيبها بقى تستوي. ونعمل معاها ايه طبق مخلل ونغمسها بالعيش وناكل معاه الفراخ. سلام. فاصل ونواصل. يلا يا اخوي جاي لنا الساعه 2 بالليل. هنقعد نستنى استاذ مازن. يا خرابي شيل يا راجل السبانخ. ما تخرجش الحق يا مازن. انا عارفه يا اختي انا عارفه. قومي يا راجل شيل مني. ده راجل بيقول لي اديك يا ربنا يديك ده انا صاحب الساعه ماليش دعوه. بصوا يا جماعه الاكل اهو.
السبانخ عايزه اقول لكم بالله جميله. ما عايزه له ملدين. امي عايزه ملدنه. من دي. بس خدي بالك هتقف في زور. بصوا ودي الفراخ اهي. هاتي وده كان اكلنا النهارده يا جماعه. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم.